السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة. قبل ما نقول الفيديو بتاعنا النهارده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتمنى من الله دعموا الانتساب القناة ولايكات كتير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. عايزه اقولك على حاجه ما تخليش حد يضحك عليك. في ناس ما بتعرفش يا عيني الفرق بين البط وبعض. طبعا زي ما انتوا عارفين ان في عندنا كذا نوع من انواع البط. في البط الابيض الجعجاع، وفي الشرشيري، وفي الفرنساوي، وفي المولر، في انواع، وفي المسكوفي، في انواع كتيره جدا. طب يا بنتي يا بطه، الانواع الكتيره دي احنا نعرفها ازاي؟ طبعا البنانات الصغننه اللي لسه طبعا ما شافوش البط بيتربي ازاي، ما يعرفوش، ما راحوش ارياف، ما يعرفوش يفرقوا بين البط. هم فكرهم ان البطايه السوداء هي البطايه البلدي وخلاص. لا، انا اقول لك على طريقه حلوه قوي تعرفي بيها البط بتاعك. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، ان اهم نوع بط واحسنهم في التربيه حاليا، واللي يكبر معاكي بسرعه جدا ومش مكلف ويعيش معاكي. يعني ايه يعيش معايا؟ ما هوش هيعيش معايا سنين، يعني يكبر في المده بتاعته باذن الله رب العالمين من غير اي مشاكل. هو المولر الفرنساوي. المسكوفي لا، نصيحه مني ابعدي عن المسكوفي. ليه بقى يا بنتي يا بطه؟ كنا الاول بنربيه وكانت السلاله بتوصل معانا البطايه ل7 و8 كيلو. كان بط رهيب جدا. كانت السلاله مستورده. دلوقتي السلاله بتاعته مش مستورده. لما بيجي يشد حلو شويه، والناس اللي جربت بقى في التربيه، لما بيجي يشد حلو شويه بعيد عنك بيقوم واقع مننا. طب نعمل ايه يا بنتي يا بطه؟ اللي بيتحمل بقى درجات الحرارة ودرجات البرودة وبيتحمل أي وضع هو المولر، عشان بس نبقى متفقين. طب هل هو بيكبر يا بطة زي ما بيقولوا إن بيوصل معانا 5 كيلو 6 كيلو؟ بيكبر ازاي بقى؟ مع انك انت ازاي تحطي له تحصينات وتحطي له الاكل المظبوط، تكبريه ازاي؟ ما هو برده مش هحط اي اكل فهيكبر او ما يكبرش معايا. في ناس بتفكر ان اي اكل نحطه، لا، ممكن تحطي طول النهار اكل ما بقاش ريحه النتيجه مع الطيور. طيب اهم بط تجيبيه المولر، نصيحه مني. المولر حلو جدا وهيكبر معاكي بسرعه، جلده رقيق، ما بيكونش دهون. انت ممكن تخليه يكون دهون بطريقتك انت في التربيه، انك تزودي كميه العيش، حاجات كتير قوي لو انت متابعه فيديوهاتي. احنا النهارده بقى هنقول ايه الفرق، ازاي تعرفي الفرق بين البطايه دي والبطايه دي. سهل جدا، سهلة قوي. طيب عشان انا مش نافع اقوم امسك البط، لان لو قمت البطايه يعني الدنيا هتقلب معايا. بص على جنب اهو شايفه اللي هي منقرها في اصفر دي؟ لا، دي مش مولر. اهي بصي مقربها لك اهي، دي مش مولر. دي الصفرة قوي دي، لما تلاقي المنقار اصفر قوي كده او مسودي كده، لا ده مش مولر. المولر بقى هوريها لك. شايفه اللي منقرها مدي على اورنج على اهو، استني اهي، شايفه اهي دي كده مولر. شايفه دي مولر، دي مولر. اللي بصي المنقار عامل ازاي، دي مولر اهي، دي مولر. اللي هو منقاره زي كده، عشان وانتي واقفه عند المحل هتلاقي البطايه الاسود فابيض، تقول لا 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 دي ايه القنبله دي بلدي. لا مش بلدي، والبلدي ما يبقاش رجليه كبيره كده. رجليه بتبصي شايفه الرجل دي؟ لا، البلدي رجليه قصيره، عشان بس تخلي بالك ما حدش يضحك عليك. بصي دي رجليه عاليه ازاي؟ لا، البلدي اقصر شويه. المولر برضو رجليه عاليه على فكره، بس انت تقدري، انت بقى عشان انت مش خبره تقدري تميزيه من المنقار. زائد في حاجه تانية، ما تيجي تمسكي البطايه عشان بقى تبقي فعلا تبيني للراجل ان انت ما شاء الله عليكي بقى فاهمه، امسكيها من عند صدرها كده من ناحيه الرقبه، حطي ايدك كده عليها، امسكيها، هتلاقي الجلد تخين، اعرفي هتبان تخنها من الرقبه. اعرفي ان دي مدهنه ودي بطايه مش مولر.
لو مسكت البطايه ولقيتي جلدها من عند الرقبه رقيق ومش مكعبله كده، تحسي ان هو زي المنفوخ، اعرفي ان ديت مولر. المولر بيبقى من عند الرقبه كده الجلد رقيق، ما بتبقاش من ناحيه الرقبه كده. مش انت ساعات تمسكي البطايه تلاقي جلدها كده من عند الرقبه تحسي انها زي المنفوخه كده، وتحطي تلاقي ايدك تمسكيها تلاقيها زي الطريه كده قدامك؟ لا، دي مش مولر. المولر هتلاقيها سحبه كده طول، تمسكيها كده تحسي ايه، تحسي العظميه من تحتيها اللي هي عظمه الزور، عشان محدش يضحك عليكي. حطي ايدك كده عليها من تحت كده، لو لقيتيها زي المنفوخه قوي كده اعرفي انها مدهنه، دي مش مولر. المولر ما تبقاش منفوخه قوي لان هي مش مكونه دهون. يبقى انا قلت كده علشان ايه، حبيت اوريكي الفرق عشان محدش يضحك عليكي. اللي منقارها زي دي كده الحلوه اللي واقفه قدامك دي، بس الصفار ده لا، دي مش مولر. ده كل ده كده اللي في الجنب ده مش مولر. المولر اللي هو لسه هيطلع جديد ده ان شاء الله. تلاقي المنقار مدي على ايه، على بامبا شويه كده، على اورنج شويه كده، زي ما انا اقرب لك كده تاني اهي. دي كده بالصلاه على الحبيب النبي مولر اهي. دي بصي المرآة، شفتي الفرق؟ بصي بقى الرجل دي، الرجل العالية دي مش بلدي. في ناس بقى بتقوم بايعة البط الاسود ده تقولك ده بلدي، فتقوم انت بقى تقولي الله يا اختي ده انا جبت النهارده بطايه بلدي. لا، عشان بس نبقى عارفين الفرق. اللي عايز بقى يربي يجيب دلوقتي البط. على فكرة الطيور شدت قوي دلوقتي قوي قوي، لان الناس طالعة من العيد من رمضان عموما مخلصين البط ومخلصين الطيور. فانت دلوقتي الناس عايزه تجيب دلوقتي وبتضغط علشان خاطر العيد. كل عام وانتم بخير وتعود عليكم كلكم الايام بخير ان شاء الله. الطيور هتغلى ليه؟ لان الناس هتضغط، لان في ناس بقى بتحب تجيب على العيد الكبير، في ناس بتحبش تجيب لحمه، بتجيب بط، بتجيب فراخ، بتجيب كده، كل واحد حر بيودوه مواسم. فعايزه اقول لك ان التوقيت ده بقى الحقيقه هاتي على الاسبوع الجاي، اقسم بالله الاسعار هتطير واسمعي كلام. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتشاركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. اتمنى دعم ساب القناه عشان نستمر معاكم باذن الله. سيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.